كانت تقوم بسرقة الساعات من طرف واحد السيدة اللي كانت هي تشتغل في القصر، وسرقت حوالي 36 ساعة قامت ببيعها لواحد. قضية اليوم على سيدة مغربية سرقات 36 ساعة فاخرة من القصر الملكي في مدة 6 سنين، وشدات في المقابل ديالهم 91 مليون. ليلى سيدة من مواليد 1979 في مدينة الرباط، تزادت في أسرة فقيرة وعلى قد الحال. كبرات ليلى ولقات راسها كتخدم غير في الديور وعند الناس الأغنياء. بقات على هاد الحال حتى فرج عليها الله في 2008 ولقات خدمة زوينة وشريفة وفرصة ما كتعوضش، وهي فام دو ميناج في القصر الملكي بمدينة مراكش. أكيد أن ليلى فرحات ومشات تبدا الخدمة جديدة، خدات حويجات الخدمة وخدات التعليمات اللي خاصها تتبعهم في هاد الخدمة من عند المسؤولين ديالها. المهم كل شيء كان ماشي مزيان، وخصوصا أنها كانت حادقة وكتقن الخدمة ديالها اللي خلاهم يرقيوها ووصلت لأعلى المراتب في هاد المجال ديال التنظيف، وهو أنها رجعت مكلفة بالغرفة ديال الملك شخصيا. إيوا ليلى خرجت من الفقر الحمد لله، ولات حياتها مستقرة من بعد الوظيفة جديدة والخلصة جديدة. ومشات أيام وجات أيام، وليلى كتقوم بنفس العمل، أنها كتنظف الغرفة ديال الملك يوميا. وخا الملك بطبيعة الحال ما كيكونش دائما في مراكش، ولكن خدمتها أنها كل صباح كتكلف بتنظيف الغرفة. هنايا ليلى كانت كتشوف السوايع ديال الملك الفاخرة كل صباح، ومع الوقت الشيطان الحرامي لعب لها على عقلها وطمعات ونوات. والله ينجيكم من الشيطان إلى غوى ومن الغدار إلى نوى. وقالت مع بالها إلا خديت شي سويعة ولا جوج حتى واحد ما غيرد البال. وداك الشي اللي كان. في 2013 ليلى هزات جوج ديال السوايع وخباتهم وخرجات وهي مخلوعة وكتلفت موراها، وغير فاتت القصر الملكي فرحات وقالت مع بالها صافي قطعت الواد ونشفو رجليا. سافرت ليلى لسلا باش تبيع هاد السوايع وباش تكون بعيدة على مراكش. ليلى مشات عند الدهيبي، ولكن الدهيبي طلب ليها التوصيل ديال السوايع حيت غاليين بزاف وما يمكنش مواطن عادي يكون عنده بحالهم. إيوا ليلى ما عندهاش التوصيل، وزيدون وخا يكون عندها ما تقدرش توريها ليه لحقاش غيكون فيه سمية الملك، واكيد غيخاف على راسو ومستحيل يشريهم منها. المهم ليلى عيات، ولكن حتى واحد ما قبل يدخل في المشاكل ويغامر بشراء بحال هاد السوايع الثمينه. وخا هي كانت كتقول لهم جاوها هدايا من عند رجل خليجي. هنايا ليلى فكرت في واحد الدهيبي في مدينه سلا اللي كانت كتعرفو من زمان، ومشات عنده وحكات ليه نفس الحكايه، انها جاوها جوج ديال السوايع كهدايا من خليجي وانها باغيه تبيعهم وتستافد من فلوسهم. الدهيبي قال ليها الحل الوحيد هو ان ندوبو هاد السوايع ونفكوهم باش ما يتعرفوش عليهم الناس، ونعطيك حقك من الذهب والالماس اللي فيهم. وداكشي اللي كان. الدهيبي دوب السوايع وعطى ليلى حقها فيهم اللي هو 5 ديال المليون. إيوا ليلى رجعات لخدمتها وهي مخلوعة خايفة شي واحد يعيق بها. ومشات أيام وجات أيام، العام الأول والعام الثاني وحتى واحد ما عاق بها. هنايا ليلى ماشي حمدت الله أنه سترها في الدنيا، لا لا، هي زادت طمعات وفكرت أنها تزيد تسرق سوايع وحدين أخرين. وفي 2015 سرقات 5 ديال السوايع، ولكن لقات صعوبة باش تبيعهم. وهنايا قررت تدخل معاها شي واحد اللي يعاونها، وفكرت في واحد الولد في عمره 35 عام كان خدام معاها حتى هو في القصر الملكي، كان مختص في الصيانة الكهربائية ديال التبريد والتدفئة ديال الغرفة الشخصية ديال الملك. المهم مع الوقت ومن بعد ما بقات تدي وتجيب معاه في الهضرة، قالت ليه عندي واحد السوايع جاوني هدايا من عند واحد الخليجي وبغيتك تعاوني في البيع ديالهم، وكل ساعة عندك فيها مليون. الشاب عجبو الحال ووافق وبدا كيعاونها.
ومع الوقت عرف الحقيقة وعرف أن هاد السوايع مسروقين من الغرفة الشخصية ديال الملك. ولكن واخا هكذاك الحياة الطماع طويلة وحبال الكاذب قصيرة. غواه الشيطان وكمل معها في هاد السرقة، وبدا كيمشي لسلا عند نفس الذهيبي ويبيع السوايع بنفس الطريقة الأولى، وهي تدويب السوايع. وكل مرة كياخد 1,000,000 على كل ساعة، وليلى كتاخد الباقي. هاد المرة في 5 ديال السوايع شدو 11 مليون. هنايا ليلى والشاب قرروا يحبسوا لواحد المدة باش ما يعاقبهم حتى شي حد. ولكن للأسف المرة الثالثة عاوتاني غيطمعوا وغيبقاو يهزوا ساعة مور ساعة. ليلى والشاب قرروا يتزوجوا ويخليو سرهم في بير ويستافدوا بجوج بيهم، وشراو 2 ديال الديور، وحده في سلا ب24 مليون والثانيه في الدار البيضاء ب27 مليون. وليلى شرات 2 ديال الطوموبيلات، وحده ب27 مليون ونص والثانيه ب16 مليون. وبقاو عايشين كيتمتعوا بهاد الفلوس اللي جايين من الساعات المسروقه، وكل مره ملي كيتسالاو ليهم الفلوس كيسرقوا ساعه واحده اخرى حتى ل 2019. هنايا ليلى والشاب كانوا عرفوا الأثمنة الحقيقية ديال هاد الساعات اللي كانوا هما كيبيعوها بأثمنة رخيصة بالمقارنة مع القيمة المالية الحقيقية ديال هاد السوايع. المهم هنايا غيقرروا أنهم يبيعوا هاد الساعات مكمولين وما يدوبوهمش، خصوصا أنه صافي ارتاحوا وشافوا أنهم ما تفضحوش هاد المدة كاملة، يعني ما عندهم مناش يخافوا. وداك الشي اللي كان باعوا واحد الساعة لواحد الذهيبي ب18 مليون. وهنايا غيبدا ربي يفضحهم. هاد الذهيبي مشى لتركيا وتماك غيبيع هاد الساعة لواحد الكويتي اللي كان متابع في حالة سراح. وهنايا غتفضح القضية ودارت ضجة كبيرة في العالم. كل الصحف والإعلام والمواقع الإلكترونية بداو كيناقشوا السرقة اللي تعرض ليها القصر الملكي. وهنايا عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني تدخل وغيتم القبض على ليلى، لحقاش هي المكلفة بتنظيف الغرفة وهي بطبيعة الحال المشتبه فيها الأولى. وهنايا ليلى خافت وشافت أن هادشي ما فيهش اللعب، والقضية كبرات بزاف واعترفت بكل شيء وجرات معها بزاف ديال الناس، ومنهم بطبيعة الحال راجلها اللي كان كيعاونها على بيع السوايع. ومن بعد تم القبض على 14 شخص آخر من غير ليلى، وهما الذهيبية اللي كانوا كيتعاملوا معاها، وتمت المتابعة ديالهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة. وتم الحكم على ليلى 15 عام سجنا نافذا، وراجلها ب15 عام حتى هو، والناس التانيين تحكم عليهم بأحكام مختلفة ما بين 4 سنين و12 عام. وهنايا العائلات ديال التهيبية خرجوا في مواقع إلكترونية كانوا كيطلبوا أن الملك يعفو عليهم، حيث على حساب الهضرة ديالهم ما كانوش عارفين أن هاد الساعات الثمينة ديال الملك، وأنها كانت كتكذب عليهم وتقول لهم جاوها هدايا من رجل خليجي. ولكن القانون لا يحمي المغفلين، وخا بيني وبينكم ما كنظنش أنهم مغفلين، وكو كان ما بنت لهمش الهميزة وطمعوا حتى هما ما كانوش يشريو منها شي حاجة غالية بزاف وبلا توصيل. واللي زرع الريح يحصد غبارو، واللي زرع العيب يحصد عارو. وحتى لهنايا قصتي غتكون مشات مع الواد وانا رجعت مع الجواد. السلام عليكم.